ما زلنا مع قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. إنه كان وعده مأتيا. فثق في وعد الله سبحانه وتعالى ولا تجعل عقلك يثرثر مع موعود الله. من أهم أركان الإيمان بالغيب. ثم قال سبحانه وتعالى في وصف الجنة: جنات عدن. وقلنا إن جنات عدن ليها خصيصة دون سائر الجنات، وهي أن الله غرس غراسها بيده. فالله خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وما سوى ذلك فإنما هو بالكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، جنة عدن ديت ربنا يذكر لنا فيها صفتين اتنين، وعاوزين ناخد بالنا من الترتيب بتاع صفات جنات عدن. أول صفة في جنة عدن دي إيه؟ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. الله أكبر. تاني صفة إيه؟ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لا إله إلا الله. يعني تخيل حضرتك لو واحد ربنا رزقه حياة هادية ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش لغو، ما فيهاش صداع، ما فيهاش خوض في أعراض الناس، وربنا بيرزقه بفطاره وعشاه من غير غدا، الراجل ده عايش في جنة عدن الدنيا. مفيش أحسن من كده. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. مشكلتنا في كلمة وقنعه الله بما آتاه. جنة عدن اللي ربنا سبحانه وتعالى، جنة عدن اللي ربنا سبحانه وتعالى غرس غراسها بيده. ربنا ذكر أحسن ما فيها حاجتين. إيه أول حاجة؟ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فمجالسهم تخلو من اللغو، وعليه فالمجالس التي تخلو من اللغو شبيهة بمجالس أهل الجنة. فلما تبقى حضرتك قاعد في المسجد أو قاعد في البيت مع زوجتك وأولادك وما بتجيبوش في سيرة حد، يبقى المسجد ده تحول إلى قطعة من الجنة. البيت اللي ما فيهوش سيرة حد وما فيهوش مشاكل وما فيهوش غيبة وما فيهوش نميمة وما فيهوش حاجات بترفع الضغط، ده جنة عدن الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا، كلام ملوش لازمة، كلام في سيرة الناس، كلام في قيل وقال، كلام في تتبع الأخبار، وتتبع الأخبار يضيع الأعمار، مهلكة للأعمار. يعني ما نشوفش إيه اللي بيحصل، ممكن تشوفها جملة وسيبك من الديتيلز والتفاصيل لأنها مش هتزود حاجة في المجمل. معظم الناس اللي بياخدوا قرارات صح بالذات في الأمور الكلية اللي بيفكروا بطريقة كلية، بيهموا النظرة الإجمالية للأمور. فدعك من التفاصيل اللي ملهاش لازمة في حياتك انت. امال اهتم بأني تفاصيل؟ بالتفاصيل اللي لها لازمة بحياتي انا. يعني انا مطلوب مني ان انا ابقى محيط بكل تفصيلة من تفاصيل حياتي، نفسي، زوجتي، بيتي، اولادي. وما سوى ذلك ممكن نتابع، بس ناخد الموضوع بنظرة شاملة ونسيب التفاصيل لأهل التفاصيل. طيب، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. يبقى ليس في الجنة كلمة جارحة. ليس في الجنة كلمة جارحة. يبقى حضرتك لما تبقى أنت عايش سالم من لسنة الناس والناس سلمة من لسانك، أنت كده عايش في في الجنة. وتلاحظ أن ربنا ضمن لهم الأول الأمور المعنوية قبل ما يضمن لهم الأمور الحسية. ليه؟ الأمور المعنوية ممكن تأذي الإنسان أكتر من الأمور الحسية. الإنسان ممكن يصبر على الجوع والعطش بس ما يصبرش إن حد يجرح كرامته، أليس كذلك؟ فربنا بيقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. هيدخل الجنة مش هيسمع كلمة تضايقه.
يبقى بالتالي يا جماعه عشان نحول مسجد زي ده الجنه المفروض تعمل ايه؟ ما تسمعش فيه كلمه تضايقك ولا تسمع فيه حد كلمه تضايقه. الله. فتبقى المقامات محفوظه، وما منا الا له مقام معلوم. فيرحم الكبير الصغير وما يضايقوش، ويحترم الصغير الكبير وما يضايقوش، وهكذا وهكذا. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. اشمعنى بكرة وعشية؟ لما كانوا يذكرون الله، لما كانوا يذكرون الله بكرة وعشيا ربنا أجرى عليهم أرزاقهم في الجنة بكرة وعشيا. في الوقت اللي كانوا بيذكروا فيه ربنا فين؟ في الدنيا. لما اشتغلوا في الدنيا في وقت الأذكار، ده الوقت اللي هيترجم يوم القيامة بقى الأكل وشرب وهيصة وحاجة جميلة وأرزاق ممدودة ومفتوحة، وتاخد انت بقى من طرح الجنة اللي ربنا غارسها بإيه؟ بإيده. يا سلام يا سلام. نرجع للغو. ما هو اللغو؟ ما هو اللغو؟ فضول الكلام. أي كلام ملوش لازمة حتى لو مباح يبقى لغو. فما بال حضرتك بقى مش هو مباح، ده غيبة ونميمة ومصيبة حراقة. يا جماعة أنا قلت قبل كده إن الإنسان مش محتاج أكتر من 7 غيبات يقفلوا حياته. يعني أنت مش محتاج أكتر إنك تضيع حياتك العبادية كلها. لو أنت هتعبد ربنا 70 سنة يعني هتموت وأنت عندك 82 83 سنة، مش محتاج في تاريخهم كلهم غير كم؟ 7 غيبات بس، لأن كل غيبة بتضيع عبادة 10 سنين. وقلنا الدليل على كده ايه؟ حديث صاحب الرغيف، الراجل اللي عبد ربنا 70 سنة بيعبد ربنا وايه؟ وعبادة أنا عبادة، هي عبادتنا دي عبادة؟ ده كان راهب قاعد في أوضة بيعبد ربنا 70 سنة ما شافش فيها بشر. خلاص؟ وقام جاي قال لك لما انزل اشوف الدنيا اخبارها ايه؟ نزل من على الجبل واخير تباك يشوف الدنيا اخبارها ايه؟ قابلته بغي من بغايا بني ايه؟ اسرائيل، بلى في دماغه، غلط معاها 7 ايام. غلط معاه 7 ايام. ودي فايده الجواز يا جماعه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفيه السمحه. لو ربنا رزقك بواحده مورياك النجوم في عز الظهر وهتبقى ماشي، انت ماشي في الشارع اصلا ما بتشوفش حد، خلاص هي مقفله الماء والنور. انما صاحبنا الله يرحمه رحمه واسعه كما دب ما شافش، فاول بس ما همست له كده ولا ده غلط على طول، اندب ولا ده 7 ايام. فجي بعد كده فاق لنفسه، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انما اخوان الشياطين بيغرس ما بيقومش، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فجه صاحبنا فاق نفسه قال لي يا بيضه ايه الهباب اللي انا هببته ده؟ ايه السواد ده؟ انا ضيعت عمري يا رب. وبقى يمشي وده في الشارع يعيط ويبكي ويسجد وماشي لغايه ما راح عند زاويه كده لقى فيها ناس قاعدين غلابه مقاطع السيده قاعد في وسطهم. فجي واحد من اللي بيدوهم الاكل بتاعهم، فقام جاي حادف على كل واحد. كانوا 10 فمتعودين، فهو متعود ان هم 10 بيدوا لكل واحد رغيف. ده قاعد في النص فوزع رغيف 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 رغيف. صاحبنا اللي قاعد على الطرف بقى رقم كام؟ 11 مش معمول حسابه. فقام جاي بص كده الراجل نبيه ما شاء الله، بص لقى الراجل ال 11 ما خدش. هو بمجرد ما خد الرغيف بقى بتاعه. هديك مثال، لو احنا دلوقتي في المسجد، لو احنا الان في المسجد وبيوزعوا عليك تمر، فانت خدت لك 5 6 تمرات، خلاص؟ فخلاص التمر اتوزع خلص، جه واحد متاخر، جيت انت اديته تمره، انت كده هتبقى هديه او صدقه، خلاص بقت بتاعتك. التمر بقى في ايدك، حتى هو مش بتاعك اهو، ده هم بتوع الجامع اللي مدينه لك، بس بقى ملكك. لو انت اديته لاخوك يكتب لك هديه او او صدقه. بتشرب كوبايه شاي اديت اللي جنبك بق، هديه او صدقه. خلاص افهم بقى انت القاعده. قام جاي ورا من الرغيف، ربنا كتبها له صدقه، هديه. جه بعد كده الراجل رايح يفوق لنفسه مات. فربنا الملائكه جم يحسبوا له بيوزنوا اعماله، فقعدوا يوزنوا عباده ال70 سنه. الغلطه بيوم تضيع كام؟ 10 سنين. فال7 ايام ضيعوا عباده 70 سنه. طب ايهما اشد، الغيبه والنميمه ولا الزنا؟ لا، الغيبه والنميمه اشد من الزنا. ايه الدليل على كده؟ الربا 72 بابا ادناها مثل ان يطأ الرجل امه، وان من اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه. ده اقل نوع من انواع الربا، اشد من اعلى نوع من انواع الزنا. فما بال حضرتك بقى بان ده اعلى نوع من انواع الربا. يبقى اذا كان اللي زنى الزانيه الواحده ضيعت له 10 سنين، فما بالك باشد نوع من انواع الربا. شيء مخيف، شيء مخيف يا جماعه. فده بقى مش لغو، ده لغو ده لغو اللغو.
المفروض مجالسنا يا جماعه نتعلم من الايه ديت شيء نطبقه عملي في حياتنا، ان احنا تبقى مجالسنا سلام، بيس. ربنا بيقول الا سلاما، سلاما لهم وسلاما منهم. وربنا جاب سلاما كلمه كده تنوين عشان تفيد الاثنين، ان هم بيسلموا من اذى الناس واذى الناس وهكذا، والناس تسلم من اذاهم، هم يسلموا من اذى الناس والناس تسلم من اذاهم. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يبقى دلوقتي عاوزين نخترع نظرية اسمها ايه؟ نظرية تجنب الأعراض. ايه رأيك في النظرية ديت؟ نطلعها من الآية نسميها ايه؟ نظرية تجنب الأعراض. أنا ليه بسميها نظرية؟ عشان تبقى سياسة حياة. أنت حاطط مبدأ في دماغك ماشي عليه، المبدأ اللي انت ماشي حاطه في دماغك ده انت مبرمج تصرفاتك عليه، سياستك ماشيه عليه، اللي هو ايه؟ نظريه تجنب الاعراض. ما بجيبش في سيره حد وما اسمحش لحد وانا قاعد اني اجيب في سيره حد. خلاص هتلاقي واحد يغوط معاك، يقول له يا اخي انت كده بتغتاب، انت كده بتنام، ارحمنا الله يسترك. مفيش ومغوط سيبوه. نظريه ايه؟ تجنب الاعراض. يا جماعه نتعلم برضو من دي حاجه ايه؟ ان مجالس اللغو عذاب، مجالس اللغو عذاب جنب الله منه اهل الجنه. مجالس اللغو عذاب، يعني ربنا يا جماعه حمى اهل الجنه من حاجتين. ربنا ايه؟ حمى اهل الجنه من ايه؟ من حاجتين. ايه هما؟ سماع اللغو بالودان. ليه؟ لانه عذاب. عذاب الاذن انها تسمع اللغو، الغيبه والنميمه والكلام الفاضي اللي ملوش لازمه والهري. وعذاب العين ان ترى الظالمين. عشان كده اهل النار ربنا بينعم بهم اهل الجنه. فاطلع فرآه في سواء قال تالله ان كدت ولولا نعمه ربي لكنت. فمن تمام نعيم اهل الجنه ان الاشكال دي ما تبقاش في الجنه. ليه؟ لو شافوا هيتعب. فرؤيه وجوه الظالمين عذاب. ايه الدليل على كده؟ سيدنا جريج العابد، سيدنا جريج العابد لما امه بتناديله يا جريج يا جريج يا جريج، يا ابني روح قوم يا ابني هات التموين يا حبيبي، يا ابني عاوزين العيش يا حبيبي، التموين. مفيش التموين. طب يا ابني بس احنا الفطار وعاوزين 2 كيلو لبن ولا حاجه. مفيش. طب يا ابني تعالى نقعد نتكلم شويه، ما تجيبش حاجه وما تروحش السوق، بس اقعد اتكلم مع عمك شويه، ده انت ابوك ميت من 5-6 سنين. مفيش اي حاجه في اي حاجه. مفيش. ربي امي ام صلاتي امي ام صلاتي، يقول لك ايه؟ صلاتي. امي ام صلاتي امي ام صلاتي صلاتي. واضح ان الست كانت ست يعني بتفهم، لا حال مع الله. ليه؟ قالت له انت مش عايز تشوف وشي، انت مش عايز تشوف وش امك، دعت عليه دعوه الجزاء من جنس الايه؟ العمل. قالت له طب يا رب هو طالما مش عايز يشوف وشي اللهم لا تمته حتى يرى وايه؟ وجوه المومسات. فكان عذابه انه يشوف وجوه الزواني. حضرتك بتخش وتقعد تقلب على اليوتيوب وبتجيب افلام اباحيه، انت بتتعذب وانت مش واخد بالك. اللي بيدخل على المواقع الغلط، المواقع الاباحيه، ده بيتعذب وهو مش واخد باله، وقلبه بيتقطع وهو مش واخد باله، وبتحصل ندوب في قلبه وهو مش واخد باله. رؤيه وجوه الظالمين عذاب، ورؤيه وجوه الزنا والزواني عذاب، سماع اللغو عذاب. فربنا نعم اهل الجنه ان هو صرف عنهم وجوه الظالمين. تخيل كده لو انت قاعد في الجنه وعمال تتمسك فرعون بكره وعشيه، تبص كده يمينك تقوم جاي حاكك في هامان، ماشي، تمشي كده رايح سوق الجنه، والجنه فيها سوق وبيع وشراء وتجاره. على فكره الجنه فيها تجاره يا جماعه، سوق، في سوق اسمه سوق الاخره، وبتبيع وتشتري وبيبقى ليك اسهم وسندات والدنيا هيصه وبيتكوين وبتاع وكريبتو، والدنيا حلوه خالص في الجنه، يعني في بيزنس. انا ما ببالغش، ده حقيقي فعلا في بيع وشراء في الجنه. مش قضيتنا دلوقتي، لما نتكلم عن الموضوع ده بعدين. فالشاهد كده بقى، رايح انت سوق الجنه تلاقي قارون، ما هو كان راجل بيزنس مان هو كمان، تقول له يعني احنا هنسيبك في الدنيا تطلع لنا في الاخره؟ فربنا نعم اهل الجنه ان ما يشوفوش الاشكال دي، فرعون وقارون وهامان والنمرود لا، وابو لهب وابو جهل هي ناقصه، هي ناقصه، ما ينفعش طبعا. فربنا حكيم يا جماعه، حكيم. فانت ما تروحش للعذاب بنفسك. ادي نقطه. طيب ثم قال تلك الجنه. تلك اسم اشاره للبعيد يفيد التعظيم. لازم تحس ان الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الايه؟ الجنه. تلك الجنه، تلك الجنه، تحس انها كوكب انت عاوز تمسكه بايدك، في حين ان ربنا قرب النار خالص، يقول هذه جهنم.
التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، بحيث يعرفك ان النار اقرب الى احدكم من شراك ايه؟ نعل. ده ممكن كلمه تسقطك في نار جهنم. فاستخدام اسماء الاشاره وتوظيف اسماء الاشاره في القران ده مدرسه كبيره. امتى يجيب اسم اشاره للبعيد وامتى يجيب اسم اشاره للقريب، والدلالات اللي بتاثر على قلبك بس باسم الاشاره. تلك الجنه اسم اشاره للبعيد يحسسك انها عاليه وانت عاوز تنط نطه تجيبها وتعلق بقى، او تمسك اي حبل كده ويتنيه طالع بيك. الجنه يا جماعه عاليه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. وده هيتناسب بعد كده مع كلمه فاعبده واصطبر عبادته. بس خلونا نمشي بترتيب الايه؟ بترتيب الصوره، لان صوره رسمه خط سير واضح وصريح. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هنا هيجيب طريقتين اتنين في التعليل. كنا بناخد الكلام ده بقى في الدراسات العليا في جامعه الازهر. ايه؟ هيستخدم الاسم الموصول الريلاتيف بروناون، خلاص؟ التي. وعندنا قاعده كنا بندرسها في الكليه، ان لما تلاقي الذي والتي اعرف ان اللي بعدها سبب عله. اول ما تلاقي الذي والتي والذين اسماء الموصوله الريلاتيف بروناونز ديت، اول ما تلاقيها اعرف ان اللي بعدها ايه؟ عله. خلاص؟ نورث من عبادنا من كان تقي. يبقى من اسم موصول الذي كان تقيا. يبقى الجنه مين اللي هيورثها؟ التقي. من عبادنا، من للتبعيض، يبقى مش كل العباد هياخدوها. الجنه العاليه دي، جنه عدن دي، لا دي للي تعبوا نفسهم جامد. اول صفه من صفات الذين سيرثون جنه عدن ان هو قبل ما بيعمل الطاعات بيبطل المعاصي. دي سياسه. يبقى اول مؤهل من مؤهلات العبوديه، اول من مؤهل من مؤهلات دخول الجنه التقوى. التقوى. والتقوى اسم يشمل فعل المأمور وترك المحظور، لكنها الى ترك المحظور اقرب. يبقى داخل فيها ايه؟ ترك المحظور، ترك المعاصي. اول صفه من صفات العباد اللي سوره مريم عاوزاه، بتشكل عليه، بتبرمجك عليه، بتشكلك عليه. قبل ما تفكر في قيام الليل فكر الاول تبطل غيبه وتبطل نميمه وتبطل اكل اموال الناس بالباطل وتبطل انك تخلف مواعيدك وتبطل انك تاثر في شغلك. اشتغل صح، اعمل اللي عليك الاول. بطل عقوق والدين، بطل قطيعه رحم، اشتغل. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لم يقل من كان صوام، لم يقل من كان قوام، بل كان تقيا. فالتقوى هي اول شرط وهي جماع كل خير. وبعدين ركز من كلمه نورث. واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. نورث يبقى في ورث لازم تدور عليه. ده لو واحد ابوه سايب له 200 300 فدان هتلاقيه ما بينامش على ما يجيبه. انا اعرف واحد ايه يعني ليه ورث كده في دوله من الدول، عمه مات يعني فسايب له بتاع 10 مليون جنيه في دوله زي المانيا او ايطاليا. ما بينامش ويشوف له محامي ويوكل محامي وعاوز يسافر المانيا ويحس يجيب ايه؟ 7 8 مليون جنيه يعني بتاع 100,000 دولار. ما بينامش لا ليل ولا نهار. طب ده ربنا عامل لك ورث، انت ما بتدورش عليه ليه؟ ما هو ورث اهو يا جماعه. هو ربنا مش قال ورث اورثنا نورث؟ يبقى الميراث الحقيقي ايه؟ والله اللي انا بحكي لكم ده واقع. تتكلم في 10 مليون جنيه بتاع 100,000 دولار ولا بتاع، ما بينامش، هيموت عشان يجيب فيزا ويسافر ويجيب الفلوس ويجي. عمه سايبهم لي. طب اعمل ايه؟ طب اكتب لك توكيل وتروح تجيب؟ طب تشوف لي فيزا واسافر؟ المهم إن والله يا جماعه ما بينام وحقه. ليه لا؟ طيب بس الشاهد ان التصرف في الدنيا ده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول جدا واكسبتابل جدا، ولو ما عملش كده يبقى راجل غلطان. ربنا بعت لك رزق ما تدور عليه وهاته. بس الشاهد ان ده يخليني اطمح للميراث الايه؟ الاخروي. ما بنقولش سيب حقك ولا سيب حاجتك، واخدين؟ بس بنقول لما تكون انت بتدور على الورث بتاعك بالموضوع ده اخوات بيموتوا بعض على 10 متر مباني، وبيقعد 40 سنه ما بيكلمش اخوه، ولو مات ما يخشش، ولو انا مت ما يخشش في غسلي وما يتبعش جنازتي، والولاد العم متقاطعين في النهايه على ايه؟ على شقه، على قرات مباني، على كلام فاضي. طب يا جماعه ما نعمل الحرب دي على الايه؟ على الجنه. فلو واحد جه اخرك عن الصلاه قول له يا عم الحاج انت كده بتحاربني، سيبني اروح لاكل عيشي، سيبني اروح للورث بتاعي. انت هتضيع حياتي بغيبه، انا هقعدها معاك، اقعد معاك نغتاب وننم ليه؟
ابقى تعب نفسي 10 سنين وتيجي تقعدني في مجلس غيبه ونميمه تضيع اللي انا عملته في 10 سنين ليه؟ اهل الجنه بيفكروا بالطريقه كده يا جماعه، وحذرين جدا لما يبقى قاعد في مجلس غيبه ونميمه كأن قاعد في مجلس تعبان بيقرصه، لانه عارف. فمن كان تقيا، الورث الحقيقي في الجنه، المنزله الحقيقيه في الجنه، الدرجه الحقيقيه في الجنه، وكل ده مترتب على حاجه واحده وهو التقوى. اذا لابد من ترك المحظور. ان شاء الله في اخر السوره، احنا قلنا سوره مريم بتشكل على صناعه الكمالات. احفظ الجمله دي كويس. سوره مريم اقولها ازاي؟ طب سامحوني في الكلمه دي، بتطلع من الفسيخ شربات. فسيخ بتطلع من الفسيخ شربات. يعني ايه؟ ازاي يبقى مجتمع الفواحش فيه منتشره، والمعاصي فيه كتيره، والربا فيه منتشر، والزنا فيه منتشر، والقتل فيه منتشر، والمعاملات الوحشه منتشره، والغلط فيه سهل، ازاي سورة مريم تعلمك انك تطلع وتطلع نموذج عباد كامل بيدعو لدين الله في احلك المواقف وفي اوحش الظروف وفي ارذل المجتمعات. مش هيجي في تاريخ البشريه كلها مجتمع كان افسد من المجتمع اللي اتربى فيه سيدنا يحيى ونشأت فيه ستنا مريم ونشأ فيه سيدنا عيسى، حيث كانت الدوله الرومانيه بتحكم فيه 4 أخماس الارض، والربع الباقي معيد كفره برضه. ينشأ في وسط هذا الزخم سيدنا عيسى بمنتهى الرقي. كنت بدعي امبارح فبقول اللهم ايدنا بروح القدس. واحد بيقول لك يعني ايه معنى ايدنا بروح القدس؟ يعني روح طاهره مقدسه، بس كده ببساطه خالص. وايدناه بروح القدس في تفسير ان هو سيدنا جبريل، وفي تفسير ثاني قوي جدا لبعض المفسرين ده اللي انا معتمد عليه في الدعاء، ان ايدناه بروح القدس يعني ايدناه بروح طاهره مقدسه. فاما ربنا يديك روح طاهره نظيفه مش ملوثه، انت كده صرت مؤيد من الداخل. صرت مؤيد من الداخل، فتقدر تواجه الباطل كله بروح طاهره نظيفه ربنا مديها لك. وده اللي ربنا شكل على الصوره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.